روتيني بعد يوم الاجازه. امبارح طبعا كانت جمعه، انا خدته اجازه ما عملتش حاجه في البيت خالص. فتعالوا اقول لكم ازاي عملنا البيت. حولناه بقى من المنظر اللي هتشوفوه بعد شويه للمنظر الجميل ده، مترتب ونظيف وحلو ومتقفل. يا ساتر يا رب على منظر المطبخ، كان منظره يسد النفس. طبعا انا قلت يوم الجمعه ده هاخده اجازه، انا مش هعمل اي حاجه، وهاخده اجازه زي الولاد وزي باباهم، وهاخد اجازه زي اي فرد من افراد الاسره. الصاله كنا قاعدين فيها بالليل بقى واتغدينا فيها طبعا يوم الجمعه، وكان منظرها بصراحه يسد النفس. بس عشان البيت اساسه نظيف فالحاجه بتكون سهله لما باجي اعملها. يعني الاول استعنت بالله كده، وبعد صلاه الفجر اول ما الشمس طلعت كده بدات اشتغل. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام وتحمسوا معايا، وعايزاكم بعد الفيديو ده كل اللي وراها حاجه تقوم تعملها. خلاص خلاص يا خالته هند. ولو اول مره تشوفوني اتمنى تعملوا لايك للفيديو واشتراك لو لسه مش مشتركين عندي، علشان تبقوا معايا على طول وننزل روتينات حلوه وحاجات حلوه مع بعض. وقولوا لي بتتابعوني من اي بلد علشان خاطر ابقى عارفه متابعيني منين، واعرفكم كويس عشان نبقى اسره كلنا مع بعض يعني. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. انا خدت الانتريه كده نفضته تنفيض على السريع، طبعا لانه نضيف مش بياخد مني وقت، يعني لان اساسيات البيت نظيفه ما بتاخدش مني وقت. وانا شايله السجاد طبعا شايلاه عشان الحر زي ما انتم عارفين، والناس اللي متابعاني على قبل على الحاجات التانية يعني هم عارفين ان انا شايله السجاد. بعد كده بقى رحت شايله السجاد كله من البيت، ودخلت بقى ايه، حطيت المشايات بتاعه الصاله كده على البلكونه يعني تتهوى. ما كانش لسه في شمس جامده يعني. دخلت على المطبخ بقى، يا ساتر يا رب شكله يسد النفس. بس عشان برضو هعيد لكم تاني اساسياته نظيفه، فما خدش مني وقت. صراحه انا كنت مستمتعه يوم الاجازه ومش عايزه اعكنن على نفسي. غسلت المواعين اول حاجه علشان اخلص منها، ومليت طبعا الكولمن بتاع الميه ده، وعبيت بقى تلج في التلاجة، وعملت الاساسيات اللي هي تساعدني ان انا اخلص. يعني غسلت البوتاجاز ونضفت الترابيزه، غيرت الكيس بتاع السله الصغيره دي. انا عندي باسكت كبير، بس الباسكت الصغير ده بحطه على الحوض جنبي علشان ما اقعدش كل شويه اوطي ارمي في السله الكبيره، بتعب يعني. فبخلي ده قريب لايدي. بعد ما شطبت الحوض وخلصت كل حاجه، اللي جنب الحوض دي الغساله، عشان الناس اللي هتسال ايه المفرش اللي في المطبخ ده. كده المطبخ واقف على المسح بس، والبيت الحمد لله اتكنس. ورحت بقى مسحت البلكونات. انا اديت بنتي تكنس البيت على بال ما انا مسحت البلكونات، ومسحت قدام باب الشقه، ومسحت البلكونه الكبيره برضو اهي اللي انتوا شايفينها دي. طبعا الممسحه دي غامقه كده علشان دي انا مخصصاها للبلكونات، فانا يعني هي لونها غامق كده. خلاص خلاص يا خالته هند. بعد كده بقى مسكنا البيت بعد ما اتكرس الحمد لله. هنبدا بقى نكب ميه. الميه دي ايه بقى؟ دول شويه ميه بحط فيهم كلور ومعطر غسيل وشويه من الصابون السائل الفيبا، يعني ما يكون حاجه نظيفه مش بتجير. وبعدين بقى بكب شويه صغيرين كده في الصاله، علشان طبعا انا شايله الفرشه يا جماعه، فلما بنطبع برجلينا البلاط بيلزق كده وبيعمل. فانا كل كام يوم كده مرتين ثلاثه في الاسبوع كده بكب ميه مكان رجلينا. خلاص خلاص يا خالته هنا. يبقى الميه دي فيها ايه؟ فيها كلور وصابون سائل ومعطر غسيل. دي الخلطه المعتمده بتاعتي، وانتوا هتشوفوا البلاط دلوقتي بيلمع ما شاء الله من الخلطه دي. خلطه بسيطه وسهله، مش محتاجين ان احنا نشتري موظفات مخصوص للبيت. تعالوا شوفوا بقى الحلاوه بقى والطراوه، يا سلام. عارفين الوقت ده كله كانت الساعه ما جاتش كام؟ كانت الساعه ما جاتش 9 الصبح. كنا مخلصين كل ده قبل الساعه ليه؟ لان احنا بدانا بدري زي ما دايما بقول لكم. شغله البدريه منسيه، ولما تشتغلي بدري تحسي بالنظافه والطراوه. احنا بقى دخلنا بعد ما خلصنا البيت كده قفلناه وضلمناه زي ما هتشوفوا دلوقتي. وبعدين بقى دخلنا نمنا لحد صلاه الظهر. نمنا بقى يعني عشان احنا صاحيين بدري بقى وتعبنا. طبعا فطرنا بقى في النص واحنا بنشتغل وعملنا كل ده، وبعدين دخلنا نمنا. وبعدين قمنا بقى جهزنا الغدا. وبعد ما جهزنا الغدا بقى هنقعد بقى نشوف اي شغلانه نعملها، نشغل الغساله، نعمل اي حاجه هتشوفوها ان شاء الله في الفيديوهات اللي هتنزل بعد كده. وبعدين بقى نطلع نشرب حاجه في البلكونه بتاعتنا زي ما انتم متعودين معايا. تابعوني علشان تشوفوا فيديوهات كتير حلوه وتاخدوا طاقه ايجابيه. بصوا بقى قفلنا البيت عشان نهش الدبان، ودخلنا بقى نمنا في سلام ونظافه وهدوء. ربنا يسعدكم يا حبايبي، واللي يعجبه الفيديو يا ريت يعمل لايك ومتابعه ويعمل تعليق. مع السلامه.